وبعد مدة صادف أن ابن الملك كان عابرا في الغابة، ثم رأى البرج وسمع أغنية عذبة فوقف يسمعها، وأراد أن يصعد ليرى صاحبة هذا الصوت الجميل، وبحث عن باب البرج ولم يجد، ولكن الأغنية أثرت فيه كثيرا، ووجد نفسه يوميا يمر عند البرج ليسمع الأغنية. وذات مرة رأى الساحرة قادمة، فاختبأ خلف شجرة وعرف كيف تصعد إلى البرج. وقال ابن الملك في نفسه: إذا كان هذا سلم للصعود فسأجرب حظي لمرة واحدة. وفي اليوم التالي جاء ابن الملك ونادى: رابنزل رابنزل ارخي شعرك. فأرخت رابنزل شعرها، وصعد ابن الملك لأعلى. وعندما رأته رابنزل خافت كثيرا لأنها لا تعرفه، ولكن ابن الملك ابتدى يطمئنها